السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. كل عام وانتم طيبين يا رب، ورب تعود الايام عليكم بالخير واليمن والبركات. النهارده هنعمل مع بعض الغريبه، هنعملها بطريقه سهله جدا وكمان بمقادير مظبوطه جدا جدا. تعالى نشوف مقاديرها وطريقه التحضير. يلا بينا نشوف المقادير اللي مش مقادير. تعالى 4 كوبايات دقيق، يعني كوبايتين وكوبايتين سمنه وكوبايه سكر. دي قاعده يا جماعه 4 2 1، يعني 4 كوبايات دقيق، 2 سمنه، 1 سكر. طبعا احنا بنشيل معلقتين من الدقيق ونحط مكانهم نشا بس. ده كل يعني الحاجة اللي احنا هنغيرها في المكونات بتاعتنا. نشيل معلقتين من الدقيق ونحط مكانهم معلقتين نشا. ايه تاني كمان؟ هنحط ذرة صغيرة جدا جدا لا تذكر ملح، بس كده. بعد كده هنزل بقى السمنة كده. طبعا السمنة معيراها الأول، وبعد كده بحطها في التلاجة بتبرد وتسقع كده، وبعد كده بضربها. ممكن بإيدك وممكن بضرب يدوي وممكن بضرب كهربا، اللي متاح عندك. احنا كلنا كنا الأول وأمهاتنا كانوا بيعجنوها بإيديهم يعني، لا كان مضرب يدوي ولا أي حاجة. طبعا أنا هقلب السكر مع السمنة كده عشان لما أدور أو أشغل الخلاط ما بعطرش معايا السكر ويبهدل الدنيا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. بعد كده هشغل بقى المضرب. ممكن زي ما قلت ممكن تعمليها بمضرب يدوي، ممكن كمان بايدك، لعند ما لون السمنه يفتح كده والسكر يكون. طبعا السكر ده يا جماعه سكر بودر وكمان منخول. ولو هتجيبيه جاهز يبقى يكون افضل من ما بتصحني في البيت، لانه مش بيديكي النتيجه المرضيه. ولو هتصحني في البيت يبقى كمان الخليه. هبدأ ان انا اشتغل كده في السمنة اللي عندي ما لونها يفتح كده. وبعد كده احط نص معلقة من الفانيليا، وكمان معلقتين من لبن البودر. اللبن البودر يا جماعة بيخلي طعمها جميل جدا جدا، وكمان بيخليها زي بتاعة المحلات، تلاقي الطعم غني جدا جدا. خلاص هحط بقى ال4 كوبايات دقيق. طبعا انا قلت شلت معلقتين من الدقيق وحطيت مكانهم نشا وبس. على كده هبدأ ان انا الم العجينة بس مش اكتر. طبعا هحط ال3 كوبايات الاول وهسيب كوباية انزلها بالتدريج. كل نوع دقيق بيختلف عن النوع عن النوع تاني يعني. كل دقيق، في دقيق بيشرب سوائل وفي دقيق ما بيشربش سوائل. وكمان السمنة، في دقيق بيقبل السمنة وفي دقيق كمان ما بيقبلش السمنة. فاحنا هنعمل ايه؟ هنبدأ ان احنا ننزل بالكوباية التالتة بالتدريج لحد ما نشوف قوام العجينة معانا. لو عايز دقيق تاني بنحط دقيق. هم خدوا معايا ال4 كوبايات دقيق يعني. انا عملت كده يا جماعه الدقيق كله ال4 كوبايات. ممكن معاكي ما تاخدش غير 3 كوبايات بس، كوبايه او 3 كوبايات ونص. ممكن تسيب معاكي ربع كوبايه، يعني حسب نوع الدقيق اللي معاكي. ببدا ان انا الم العجينه بس مش اكتر، لحد ما يبقى القوام بتاعها مظبوط ويكون العجينه في ايدي ما بيتشققش. يعني اضغط عليها كده الاقي القوام بتاعها متماسك مش بيشقق. بعد كده هبدا ان انا اخد طبعا يا جماعه ما بتحطش عليها سوائل خالص. هي سمنة دقيق سكر بس، سمنة دقيق سكر بس. نحط بقى الاضافات بتاعتها، بتبقى معلقتين من لبن البودر، ممكن تحط ذرة من الفانيليا، ممكن ذرة من الملح، مفيش اكتر من كده. شايفين ما بتشققش في ايدي اهيت وكويسة جدا. هنبدأ ان احنا نكورها بقى زي ما هتشوفوا دلوقتي. تعالى هنكورها مع بعض بقى. وايه الحاجات بتاعت العيد دي يا جماعة دايما بتحب اللمة. معايا هنا شايفين الكرة بتاعتي ما بتشققش ازاي. معايا هنا لوز انا يعني عاملاه صوص، وكمان عين جمل عاملاه مكسراه كده. كان البنات معايا طبعا وبيعملوا معايا، فدي يعني حلاوة حاجة العيد بقى، ما يكون عندك بنوتات كده حلوين ويساعدوكي، تبقى يعني حاجة بتفرح الأولاد جدا جدا. شايفين بالشكل ده كده. هحاول ان انا اخلي القطع كلها زي بعضها. لو عندك حاجة يعني معلقة صغيرة كده ممكن تشيلي بيها، على اساس ان كل يعني كل الغريبة معاكي تطلع قد بعضها. طبعا كان عندي تفاوت طبعا، لان احنا 3 بنعمل، فبتفرق طبعا. طبعا يا جماعة دي اللي انا استخدمته ده دقيق متعدد الاستخدامات، او دقيق الكحك والبسكوت. طبعا لازم جودة الدقيق، لان ده سواء كحك او بسكوت او غريبة او بوتفور او اي حاجة من حاجات العيد دي، فهي عايزة دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق مخصص للكحك والبسكوت. ناخد بالنا ويكون الجودة بتاعته طبعا عالية جدا، يعني يكون حاجة نظيفة. خلاص كل الكمية كده زي ما قلتلكوا. وطبعا هنرجع تاني نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض.
انا مولعه الفرن دلوقتي على درجه حراره 170 على الرف الاوسط. طبعا هي ما بتاخدش لون خالص، الغريبه غير الكحك غير البسكوت ما بتاخدش لون نهائي يا جماعه. بتشيل الغريبه من تحت. طبعا هي ما بتبقاش اصلا ماسكه نفسها الا بعد ما تخرج من الفرن، يا دوب تاخد تحس ان هي خدت لون، يعني تاخد في الفرن بالظبط حوالي ربع ساعه على الرف الاوسط على درجه حراره 170. ما تولعش عليها الشوايه خالص، وبتطلع بالشكل اللي هتشوفوه معايا دلوقتي ده. تسيبيها لما تبرد خالص، ما تمديش ايدك عليها خالص، لانها الغريبه يا جماعه دقيق وسكر وسمنه، مفيش حاجه اكتر من كده. فعشان كده يعني لو مديتي ايدك عليها هتبتدي معاكي وهتبوظ على طول. انت سيبيها خالص لما تبرد، وبعد كده انقليها في المكان اللي انت هتحطيها فيه. شايفين بالشكل ده كده هخلص كل الكميه اللي معايا زي ما قلت لكم. طبعا صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام، ونذكر الله وربنا يجعله في ميزان حسناتنا. لو كنت بتتابعيني من على الفيسبوك اعملي لي فولو ومتابعه، وجزاكم الله كل خير. خلاص هي طلعت معايا كده من الفرن زي ما انتم شايفين كده. شايفين يا جماعه الشكل طبعا بيتكلم عن نفسه. شايفين واخده لون ذهبي بسيط جدا جدا من تحت، يعني يا دوب باين فيها كده اللون. وبعد كده هرصها معاكم هنحطها بقى في علبة يا جماعة يكون لها غطا محكم، وبعد كده هنقدمها وبألف هنا وشفا. طبعا مقاديرها سهلة جدا جدا، وكمان مش عايزة يعني ده السهل الممتنع. القريبة بالذات بتفرق عن اي حاجة تانية، سهلة جدا جدا ومكوناتها بسيطة. هي 3 مكونات اساسية: السكر والدقيق والسمنة. 4 كوبايات دقيق، نصهم سمنة، نص السمنة سكر، يعني 3 2 1. وبعد كده بنحط عليهم معلقتين من اللبن البودر، وده اختياري. وكمان لو عندك فانيليا تحطي فانيليا، مش عايزة فانيليا كمان مش مهمة. الحاجتين دول اضافيات يا جماعة. قلت اهم حاجة يكون ال3 مكونات الاساسيين هما صح، يعني 4 كوبايات دقيق، كوبايتين سمنة، كوباية سكر. واشوفكم في فيديو جديد وفصلة جديدة، واسيبكم في امان الله، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.